بسم الله الرحمن الرحيم. المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أعزائي أن أقدم لأسماعكم حلقات مختارة من برنامجي الإذاعي من مكتبتي وأخرى غيرها، وذلك بغرض التوثيق لغنائنا السوداني المتميز أولا، ولربما بعث ذكريات محببة عند بعضنا بالاستماع لأغنيات طال عليها الأمد، إذ أن الغناء association كما قيل. واسمحوا لي أن أحيطكم علما بأن الأغاني التي ستستمعون إليها هنا ثمينة ومشوقة وخالدة، إذ أنها تمثل رقي وسمو الفن السوداني والسودان وأهله على نحو عام. أتطلع إلى مقابلة توقعاتكم وإرضائكم، وحفظ الله السودان وأهله الكرماء. أمين حسن عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والمودة لمستمع البيت السوداني الكريم في هذه الحلقة الجديدة، واسمحوا لي أن أصطحبكم في نزهة بروضة الغناء السوداني الزاهية عبر مادة اخترتها لكم من مكتبتي الصوتية، ونسبة لتنوع مواد ما اكتنزته على مدى عقود طوال ومن عدة بقاع الدنيا. أذهب بكم هذه المرة إلى أقدم إذاعات العالم، ألا وهي هيئة الإذاعة البريطانية وقسمها العربي العتيد. وبسبب علاقة متينة ربطتني بمذيعيها وخاصة من بني جلدتنا، تحصلت على مواد متنوعة أعتبرها من الندرة والقيمة المرتفعة بمكان، ويسعدني أن أشارككم متعة السماع إليها. أطير بكم الليلة إلى شهر يناير من العام 1993، عندما استضافت البي بي سي وفي حلقة من البرنامج المفتوح المطرب السوداني الشهير الأستاذ الدكتور عثمان مصطفى، والذي زار العاصمة البريطانية لندن وقتها. استضافته المذيعة الأستاذة سامية الأطرش، وتسامرت معه على مدى ساعة لطيفة من الزمان أمتعا خلالها المستمعين بكافة أرجاء الدنيا بفن وثقافة الأستاذ الدكتور عثمان مصطفى وخفة روح الأستاذة سامية. وفي هذه اللقطة التي اخترتها لكم، استعرض الدكتور عثمان مصطفى تنوع ثقافته الموسيقية عندما قصد أرض الصومال موسيقيا، وتطرق لأغنية صومالية شعبية فشدى بها أولا على عوده الرنان، وأردف ذلك الغناء الشجي بشرح لمعانيها وملابساتها المشجونة. ولك يا عزيزي المستمع، وأنت تطرب لأداء أستاذنا عثمان مصطفى، أن تستلطف تداخلات المذيعة القديرة سامية الأطرش، وتفخر بمطربينا ذوي الكفاءة والعلم وخبرة الأداء الغنائي الطروب. فلنستمع ولنطرب. نعم. أنا أطمع في أن أستمع منك الأغنية الصومالية اللي غنيتها. إيش رأيك ندندنها مع بعض هسه؟ الله يحاول يعني طبعا ولو شيء بسيط. نعم. الإخوة في الصومال أشقانا، وأيضا يتجاوبوا معنا كثيرا. نعم. ويتزوغوا الأغنية السودانية كما يتزوغها الشعب السوداني. طب نهدي هذه الأغنية إلى كل مستمع صومالي جالس بجانب المذياع يستمع إلنا وإلى البرنامج المفتوح. أمر إهاستا ميلاد واي إننتي يا من توا يقور قدون
أمر إهاستا ملا دواي إننتي يا منتي وإيقور قدون أحد قال لهيني أنا وفواي قال لهيني أنا فواي إيمان لا أنا هو كله سهاي ألف شكر ألف شكر. أنا أتمنى أعرف الكلمات اللي قلتها. ممكن أعرف الكلمات اللي تغنيت بيها؟ والله هي طبعا يعني ما حقول لك المعنى الإجمالي وليس التفصيل يعني. طبعا هي يقال أنها هي نشأت قصة حب بين صومالي وصومالية. نعم. والصومالي بعث إلى دراسة خارج الصومال. نعم. ومن محبوبته بأنه بعد ما يعود من الدراسة ومن الخارج يعني يلتقوا مع بعض يكملوا المشوار. فهو لما خلص الدراسة نعم يبدو أنه ارتبط بامرأة أخرى في محل الدراسة. في محل الدراسة ما بدي أذكر يعني وياما يحدث. نعم. وعندما رجع للصومال نعم كان من أول مستقبلي في المطار خطيبته السابقة. ويا ويلها. فهي لما شافته يعني أغمى عليه وقالت له هو قالت له يعني لما هو يغمى عليه قال له أنا أوفي واي، يعني إتميز أو تعني أني لم أوفي بوعدي. ما أقدر وأطرب وأكفأ الأستاذ الدكتور عثمان مصطفى. الشكر لهيئة الإذاعة البريطانية ومنسوبيها من السودانيين على هذه المادة الجميلة، وعلى أمل اللقاء القادم أقدر حسن استماعكم ومتابعتكم، وأترككم في حفظ الله ورعايته مع خالص مودتي. أمين حسن عبد اللطيف،